والله راحة ما شاء الله. يا سلام شو هالقلب هذا، شوفوا شو حرير مثل القشطة والله. فين المنظر ها، ما شاء الله ما شاء الله، شيء رائع. اليوم بناء على طلب المتابعين رح نعمل قالب جاتو، تابعوني يلا بالتفصيل. رح نمشي مع بعض 4 بيضات، الصفار لحال والبياض لحال. اول شيء طبعا بدي انزل البياض، بدي انزله هيك رشة خل صغيرة، وهي ظرف الفانيلا. بدي طبعا اخفقه لحتى يصير مثل الرغوة. هلا بنشوف. وهلا انا عم بخفق، بنزل الصفار شوي شوي، اجى دور السكر شوي شوي. اكيد البيضات بدي اخفقهم بوقعه صغيره، بعدين بنقلهم وحده اكبر. هلا في عندي هون كاسه حليب كبيره طبعا، بدي انزلها فوق شوي شوي. في عندي هون نص ليمونه، عصير نص ليمون طبعا، وبشر ليمونه تعطينا طعمه رائعه، ومشان الزنخه كمان بدي اخلطهم كمان معهم. 3/4 الكاسه زيت كبيره طبعا، بدي انزلها شوي شوي. كاستين طحين كبار انا ناخذهم قبل بوقت، بدي احطهم فوق الخليط، وهلا يدويا بقى بدي احرك مثل ما قلنا، هدول منخولينها افضل يعني. بيكنج بودر ظرف ونص بدي احط كمان، بحطه فوق الطحين، نعمل له تحريكه لحتى يندمج مع بعضه 100%. قالب جاتو ان شاء الله بتدعوا لي عليه مدروس ومرتب، شيء رفع. ورشه ملح صغيره مشان تظبط لي قوام العجين كله. هلا هيك تقريبا جاهز عندي. في عندي هون معلقه خل او معلقه ونص خل، وفي كربونات الصوديوم. بدي احط شيء بخه بسيطه جدا فيها، ما نكتر يعني، هي مشان النفشه بتعطيني قوام كثير رائع يعني. بحطها مباشره بتتفاعل، بنزلها مباشره فوق الخليط وبحركه. هيك صار عندي جاهز. هلا مباشره انا عندي قالبين، قالب سيليكون وقالب مدهون. طبعا اذا كان عندي بس قالب مدهون بدي ادهنه بالزبده بشكل مضبوط او بالزيت، وببخه بالطحين وبنفضه طبعا مشان ابدا المسامات كلها تتعبى معي، وبعدين بنزل الخليط فوق منه مشان ما يلزق معي. اذا عندي قالب سيليكون افضل، ما بحط له اي شيء، بس بنزل الخليط مباشره فوقه مثل ما حتشوفوا هلا. هيك ممتاز، ما بدي اكثر من هيك. وانا محضر لكم هيك شويه زبيب اشقر هيك بحطه بقلبه، بيطلع كثير طيب يعني. بنوزعهم هلا، حطيت زبيب، فمو انا عم بخطهم اخر شيء. انا حامل فرن على 150، ما بدنا اكثر من هيك درجه. بالنسبه للكيك او الجاتو بدنا ينجح 100%، ما بنشغل الا من تحت، هي قاعده اساسيه خلوها عندكم. حطيته بالوسط ومن تحت بس. وهلا بعد ما خلينا 45 دقيقه على درجه 160، فتحنا الفرن 5 دقائق ريحنا، وهلا بنطلعه. يا سلام، هلا هيك ارتاح، مأمنين عليه. طبعا اخواتي لا تنسوا تحموا الفرن قبل ما تحطوه. كافه الامور اللي نشتغلها بالفرن لازم نحمل الفرن قبل بنص ساعه او قبل بساعه، ما في اي مشكله، بس هي شغله كثير ضروريه. هلا بنعمل له قلبه. بسم الله. تمام، هذا هو يعني. نحن اذا بندهنه القالب شويه زيت افضل طبعا. يا سلام والله راحه ما شاء الله. فين المنظر ها، ما شاء الله ما شاء الله، شيء رائع مثل الراحه والله. وهلا صار وقت الدواء، والله باين شيء خارق يعني، حرير مثل القشطه والله. ما شاء الله، هذا على الفطور رائع جدا. يا سلام شو هالقلب هذا، شوفوا شو، ما شاء الله ما شاء الله يعني. جربوها بتدعوا لي باذن الله تعالى، شيء رائع جدا.